بون مانيش عارفه. بون من بحذا الكراكه نكلم فيكم. ماذا بيا الناس الكل اللي موجوده مانيش عارفه كيفاش باش اسيء به. منى عبيد نكلم فيكم من بحذا الكراكه، من بحذا الكراكه باش نعلمكم ونقول لكم يا ناس يا عالم الفاسدين وبما مساعدة الفاسدين المسؤولين الفاسدين. السيد اللي بلغ على عملية النقب على الآثار صاحب المقهى، اليوم وقت اللي احنا علينا بالصوت فجأة يصير عملية قرار إزالة وهدم. اليوم اسكو معناها عادي المبلغ على الفساد يا سيد رئيس الجمهورية، الحامي الآثار التونسية يا سيد الجمهورية، أنه السيد هذايا تجيه القوة العامة وتنفذ عليه؟ مش هكا نحميو المبلغين على الفساد يا سيد رئيس الجمهورية. السيد هذا المفروض يتكرم، السيد هذا المفروض يتكرم، السيد هذا المفروض يتكرم يا رئيس الجمهورية، لأنه حط راسه في فم المدفع على خاطر تونس، لأنه أبلغ على الفساد، لأنه قال رانا شفنا الساكنوار خارجين الفجر محملين من وسط الكراكة. اليوم شي يصير؟ اليوم هاو شي يصير؟ يجيو القوى العامة النافذين بما فيهم رئيسة البلدية سابقا لحلق الواد يا سيد الرئيس راهي مورطة، كلهم مورطين، وزيرة الثقافة مورطة، الكل مورطين يا سيد رئيس الجمهورية. مسؤولينك مورطين، بل أقول بعض المسؤولين مورطين يا سيد رئيس الجمهورية. اي نعم، وهكذا يتصرفوا مع المبلغين على الفساد. الراجل باش يدخل الحبس 180 مليون هو في مدخل حلق الواد، والناس الكل تنجم تشوفوا البلاصة، يعني كي باش يحط كرسي البلدية باش تفيق بيه. لكن رئيسة البلدية الفاسدة، رئيسة البلدية سابقة، خلاتهم وقتلوا ويخدم. اليوم كي عمل الفيديو مع بلا قناع، اليوم اصبح الراجل مستهدف، واليوم جاء قرار الهدم باش يتنفذ. علاش هكا؟ احنا وين يا سيد رئيس الجمهورية؟ احنا وين يا سيد رئيس الجمهورية؟ هذه بلادنا نحميو فيها، هذه الكراكة مدخلها يا سيد رئيس الجمهورية، هذه الكراكة اللي نهبوها واللي عاثوا فيها فساد. وكي تكلم هشام السويسي صاحب المقهى وتكلمت انا، سكروه الباب هذا كان مفتوح واثارنا مستباحة. ونرجع ونقول المعركة مع ناهبي الاثار والفاسدين متواصلة، ماناش باش نسلموا في حقنا، ولزمتكم مضروبة، اللزمة متاعكم فاسدة وموقعين عليها فاسدين، والله ما نسيبوكم. بلادنا راهي خط احمر، تاريخها خط احمر، اليوم وغدوة وبعد غدوة مستعدين نستبسلوا في الدفاع عنها يا سيد رئيس الجمهورية. نحن ناشدناك وقلنا لك اجري الكراكة حلق الواد، راهم ينهبوا فيها. قلنا لك اجري كراكة حلق الواد، راهم ينهبوا فيها ليل ونهار. السيد هذا عمل الاجراءات باش سرع، باش ينحي لك شيك يا سيد رئيس الجمهورية. أرزاق التوانسة تقطعت يا سيد رئيس الجمهورية، مافيات الآثار قطعوا أرزاق التوانسة يا سيد رئيس الجمهورية. ما تبخلش على التوانسة، ما تبخلش على التوانسة اللي حطوا ثقتهم فيك. اليوم أرزاقهم اتقطعت. السيد صاحب المقهى اليوم مهدد بالسجن، ورثته رئيسة البلدية سابقا، ورثته يا سيد رئيس الجمهورية وقتلوا ويخدم في مدخل حلق الواد بناء القهوة متاعه يا سيد رئيس الجمهورية. واليوم يلقى روحه يعني يجيه القوة العامة باش تنفذ. صحيح هما عبد المأمور، لكن شكون أعطى الأمر؟ شكون عطى الامر يا رئيس الجمهوريه؟ يا رئيس الجمهوريه احنا ما نقولوا لك حتى شيء، ما نقولوا لك كان البلاد هذه ما تقف على ساقيها الا بتضافر الجهود. انت من جهتك حكومتك الامني الجندي والمواطن الوطني بهذايا يتم بناء تونس جديده. هكايا اليوم المواطن الصادق الوطني اصبح مستهدف، اليوم يبلغ على الفساد، غدوه تهبط فيه قرارات باش يقطعوا
له رزقه يقطعوا له خبزه. يا ناس يا عالم بارتاجيو خلي هذه كركت حلق الوادي اليوم سكروها. وزيرة الثقافة المورطة حاطت وزيرة مورطة في نهب الآثار، حل الدوسي وشوف اللزمة، طلع على اللزمة يا سيد رئيس الجمهورية مضروبة. هشام السويسي ومنيا عبيد هما اللي حطوا صباحهم عداه وهما اللي قالوا اللزمة راهي مضروبة، وراهو السيد جاي باش ينهب الآثار. اليوم شي يصير؟ هاو شي يصير يا رئيس الجمهورية، هاو يجي القوة العامة باش تهد المقهى، باش تقطع رزق الراجل هذا والناس اللي يخدم فيهم. ما طالبه حتى شيء. غدوه باش نجي ولا اليوم غادي باش نرقد قدام باب القصر باش نعتصم غادي حتى نقابلك يا رئيس الجمهوريه ونحكي لك على الخور وعلى الفساد اللي مغلغل في الاداره التونسيه وفي الوزارات التونسيه. وبارك الله فيكم، بارتاجيو يرحم والديكم.